إخواننا السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نستعرض لكم الحالة التحكيمية اللي عرفها ماتش اتحاد طنجة والوداد. نبداو بأول اللقطة اللي طالب فيها اللاعبين ديال الوداد الرياضي بضربة جزاء بعد خطأ دار على اللاعب هنا الزمراوي. اللقطة كيف ما كتشوفوها الإخوان كانت كالآتي: بعد تدخل هنا مدافع ديال اتحاد طنجة، اللاعب سقط الارض. كيفاش تسقط؟ اللاعب مشى بجوج رجلين وعفط ليه ماشي على رجلو، حيت غتشوفوا الصوره انا اوضح. ما كانش الدوس على القدم، وانما على الرباط ديال الحذاء، على السير ديالو كيف ما كتشوفوا هنايا. كيف ما هو واضح، اللاعب اصلا لاعب بالسيوره مطلوقين كيف ما كتشوفوا هنايا موضح. عفط ليه على السير ديالو، اللاعب تشلات الحركه ديالو. اشنو كيقول القانون في هذه الحاله هذه؟ الله اعلم. واش الحكام ديال الفار لاحظوا هذا الشيء حيت كيشوفوا الماتش في الكاميرات؟ واش لاحظوا ولا لا؟ المهم هما اللي عندهم الحكم. ندوزو للقطه اخرى. هنا كيف ما كتشوفوا الكره تلعبات هنايا، تسلل واضح على اللاعب هنايا ديال طنجة كيف ما كتشوفوا هنا بالاعاده. كمل اللاعب كره، الحكم شوف لا هي الحكم امر بانهم يلعبوا ضربه مرمى. الحكم ديال الشرط ما هز لا رايه لا والو، هذا هو الغريب، وكمل ما فيها والو. ندوزو للقطه اخرى. كيف ما كتشوفوا هنايا اللاعب الرايحي غادي باغي يلعب كره. هذا المدافع هذا انا شهمني بعدا ملي كنعاود هاد اللقطات شهمني هذا بن شريفيه هذا. شوف انا عطينا اخويا الاعاده، شوف كيفاش كان التدخل ديالو. هذا اللاعب هذا اللي كان كيستحق الطرد في هذه المقابله، حيت شحال من تدخل تدخل والحكم ما عطاه والو، ما دار معاه والو بهاد اللعبه هادي. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا الرايحي يلعب كره، اللاعب هاز رجلو باش يضرب الرجل ديال الرايحي. لحسن الحظ ان الرايحي بعد رجلو وما تصابش هنايا، وبالتالي ناض كمل الماتش والحكم ما اعلن على والو. كره اخرى عاوتاني هنايا ملعوبه كيف ما كتشوفوا هنايا، تدخل على بوشتا. تسلل هنايا الحكم ديال الرايه هز تسلل، اصلا تسلل ما كاينش. والحكم ديال الساحه باش تعرفوا ما فهمش مع الحكم ديال الشرط، غادي يقول لهم لعبوا ضربه مرمى. هانتوما هنا التسلل راه ما كاينش، ولكن الخطا راه كاين على اللاعب هنايا ديال الوداد. مغطوا مع الارض دفعوا ومشى لعب كره، الحكم كيقول لهم لعبوا باس. غادي يلعبوا ضربه مرمى وغادي نباسيو حنا للقطه اخرى. هاد المشرفيه كيف ما قلنا لكم ما كيحشمش. شوف اش غادي يدير عاوتاني، تدخل اخر وكيهز يديه على اللعابه وشي شوفات ماشي حتى ليه. المهم ما علينا، هاد اللقطه غادي تجي مع النهايه ديال الشوط الاول. ولا المخرج هنا يعطينا الاعاده. كيف ما كتشوفوا الرايح يلعب كره، الرجل مشات شايطه لاشوفي ولا المشطه ديال اللاعب. كيف ما كتشوفوا هنايا الرايحي بالخبره ديالو ولا كيتفادى الاصابه، كثر ما كيتعرض للضرب ولا كيتفادى الاصابه، عوض انه يبين انه دار عليه خطا. كيف ما قلنا كيجي مع النهايه ديال الشوط الاول هذا الخطا هذا. الحكام ما عطاو حتى شي حاجه، ما عيطوا لا حكم لا والو. وندوزو للشوط الثاني. الشوط الثاني كيف ما كتشوفوا هذا اللاعب اللي كيستحق الطرد هنا بعد ما خداش انذار في شحال من محاوله. ها هو هنا شكون اللي قال اللاعبين وقفوا؟ قال لهم الحكم. شنو الخطا اللي كاين هنا؟ لمسه يد متعمده في كره القدم كتساوي انذار. ها انتم الاخوان، انتم كيف ما كتشوفوا واش لاعبين في البحر ولا ما عرفت كيف، وكيكملها ويجملها كيبدا يدمر هذا اللاعب. المهم ندوزو للقطه اخرى. هاد اللاعب كيف ما قلنا كان يستاهل صفرة. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا الصفرات لمن كيتعطاو. هنا اللاعب ديال الوداد طايح الارض، اللاعب الصديق ديالو موفي كيتفقد اللاعب صاحبه. غادي يجي اللاعب هنا ديال طنجة يبدا يدوي معاه، موفي كيدوي معاه عادي. الحكم عنده راي اخر، بلاش موفي لاش كدوي؟ نتوما الوداديين ما خاصكمش تدويو، ما تدويو على تحكيم، ما تدويو على اخطاء، ما تدويوش. نتوما الوداد هذا العام خاصكم تسكتوا، لاعبين جماهير مكتب مسير كلشي خصو يسكت. المهم علينا اللقطه اللي اثارت اللغط هي هذه، الهدف الملغى. ندوزو ليها ونشوفوها. المهم هكذا تسجل الهدف وكيفاش تلغى هذا الهدف. خلينا من الاحتفاليه اللي كانت احتفاليه مجانيه بعد الغاء هذا الهدف هذا، نشوفوا اللقطه.
اللقطه الاخوان ديالنا كانت على الشكل التالي: كره ملعوبه للوداد، موفي كيسدد. هنا اللاعب اللي غادي يستافد من هذه الكره، اللحظه ديال التسديد ديال الكره فعلا راه في تسلل، ولكن هنا راه بدات لعبه اخرى من يمسها الحارس. هادشي اللي كنعرفوه حنا في كره القدم. ها هي هنا فعلا اللاعب استافد من البوزيسيون ديالو، ولكن القانون اشنو كيقول هنا؟ الحارس راه حاول يمسك الكره مشات ليه، يعني اللعبه هنايا سالات، يعني هنا اللعبه سالات، وبالتالي هنا اللاعب هنا الريحي اللي استافد في الاول من الموقع ديال التسلل ديالو، كون ما مساش الحارس غادي نقولوا استافد من الموقع ديالو، ولكن ملي مشى للحارس وقاسها وما شداش وكملات كره، بالتالي كيتلغى لاكسيون ديال الرجوع الاولى وكتكمل الكره وهدف صحيح. ما علينا. في الحالات اللي كيتلغى اللي ماشي كيتلغى فيها الهدف ولا كيتلغى التسلل، راه كيتلغى القانون. شوف معايا في هذه اللقطه هذه كيفاش تتلغى القانون. فرصه واعده للوداد، والحكم ديال الشرط هنا اللي كتشوفوا امامنا كيقبرها وكيعدمها، كيهز الرايه في خرق سافر لبروتوكول الفار. كيف ما كتشوفوا هنايا ما كاينش تسلل وعدم واد كيف ما كانوا كيوادوا قريش البنات في الجاهليه، واد هذه الهجمه الوداديه. ما علينا. شوفوا هنايا هذه اللقطه هذه اللي حمقاتني انا بعدا مع ديدا شاد الكره نسى راسو واش لاعب الهوند ولا ما عرفت كيفاش. شو اللحظه اللي غادي يخرج فيها كره من يدو، يعني فايت الكاري ديالو. اشنو كيقول القانون هنا؟ لا ادري ما اقول، لا ادري ما اقول. ندوزو للقطه اخرى. هنا اللقطه ديال هدف اللي تحسب اتحاد طنجه بعد هذا الخطا هذا. كيف ما كتشوفوا غادي تكمل الكره. المهم ما علينا، هدف لصالح طنجه. هذا اللاعب هذا كادي يتعرى علينا، تنسى انه راه لابس حمالات الصدر ويستر راسو. المهم ما علينا. اللقطه غادي تكمل في الفار. ضرب لي على الجريه ديال الحكم، ضرب. شو الجريه، شو الجريه ديال الحكم؟ يا سلام يا سلام، ماشي النعام، يا سلام. ما علينا. اللقطه اللي عطاو الحكام ديال الفار الله يسمح لهم، عيطوا عليه غير هكاك من اجل تضييع الوقت. شو اللقطه اللي عطاو؟ هذه اللقطه الا كان هو كيفهم غادي يبان لي انه الدفع باليد هنايا، راه هذه كتبين شويه الدفع، ولكن عطيه لقطه اخرى باش ياخذ الصوره كامله. عيطتوا ليه ماشي للاستئناس، وانما تقولوا ليه اجي راه كاين خطا. الحكم عنده راي اخر، قال لهم ما كاين والو، لعبوا كملوا كره. هدف صحيح، هدف صحيح. ما علينا. اللقطه اللي كانت خاصها تعطى هي ديال الاخوان. ها هي كيف ما كتشوفوا الدفع هنايا من الظهر، ماشي كفراج هذا. واش هذا كاع عنده الصحه كاع اكثر من موفي تبارك الله باش يدفعوا ويلوحوا، والسيد جليسه من يدفعوا هذيك الطريقه باش دفعوا جليسه ومشى مع الارض، وبالتالي الهدف غير صحيح حيت قبل منه كان خطا. الكره غادي تستمر الاخوان. وشوفوا هنا واحد التدخل هنا ديال الديراني، صراحه تدخل كيستحق عليه بطاقه صفراء، ولكن علاش التدخلات الاخرين ما كنتيش كتجبد فيهم الصفراء؟ هذا كيستحق، كيطبق على القانون. وملي كيكون شي خطا على اللاعبين ديال الوداد كنديروا عين ميكا. من حقك دير انا خوياتك، من حقك هذا، ولكن ما حقكش تدوي، ومن حقكش تدوي على حقك، ومن حقناش ندويو. نكملوا الاخوان ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا واحد اللقطه العجيبه هذه اللي ضاعت فيها كره. ما علينا، هذه ضاعت كره ما عندنا ما نديروا لذاك اللاعب. الله يشوف من حاله. كره اخرى هنايا كيف ما كتشوفوا الخطا هنايا دار على اللاعب فتيحي وعلى مقربه من الحكم كيف ما كتشوفوا. المهم عفطا الله شوفي كيف ما كتشوفوا هنايا امام الحكم. المخرج كيعطينا الزاويه وكيعطينا الاعاده بسرعه. شا في لمحه البصر حنا عاودناها لكم بشويه، نقصنا لها من السرعه. كتشوفوا الخطا امام عيون الحكم. الاشاره على اللاعب راه مباراة ومبغاش يعطي الصفر. بطاقة البلادية البطاقة من الصفر 5. على الطاقل هذا يعني حمراء. ركز معايا مزيان الله يرحم الوالدين. هذا شويه على الحمراء وما عطاهاش ليه. وهذا اللاعب هذا اش كيدير هنا؟ هذا مالو هذا تا هو اش كيدير تما؟ لا حكم الشرط دوا معاه، لا الحكم ديال الساحه جا عطاه صفراء. ماشي مكان ديال تواجد ديال اللاعب كيدير الاحماء. غادي تلعب كره وغادي نكملوها باش نساليو هذا الفيديو هذا. هنا في هذه اللحظه هذه الوداد كانت كتستحق ضربه خطا، ولكن الحكم كيامر بتنفيذ ضربه مرمى. وعلى اطار هذه اللقطه هذه الاخيره كيف ما كتشوفوا هنايا الدفع واضح على اللاعب الساخي. كيسالي الفيديو ديالنا بهذه المجازر التحكيميه اللي عرفها الفريق الوداد ضد اتحاد طنجه في المواجهه ديالو.